قصيدة بعنوان العلاقة والوصال. أين الأمن والأمان في دار يخلو من الحنان، والشك يدمر من كان إنسان. نحن في زمن الهاتف الجوال والكمبيوتر في كل مكان، وشبكة دولية للتواصل يا إخوان. يجب حسن الظن والثقة والمودة بين الأزواج اللائقة. الشارع يمتلئ غبار، يدخل البهو والطار، بالخطأ يحدث اتصال، مجهول يعبث على أي حال. ليس معناه علاقة ووصال. أنت كمثل زوجتك يأتيك اتصال من عابس أو لاهي ومحتال. لا تفعل بذلك مع الأليفة شجار، احسن الظن فيها فأنت لها المختار، ولن تتغير بحبك وتحب دون الجار. اجعل ذلك بحسبانك وأنت لها المنار. دعك من الوسواس واحفظ منها الإحساس. لا تحطمها بأقوال الناس، قد كانت تحبك بالأساس. على الإنترنت تأتي رسالة من مراهق لا يعقل أقواله، أو عدو لا نعلم أفعاله، أو حاقد يكشفه احتياله. فتعقل قبل أن تصبك نباله. ونفس الكلام لكل زوجة، فالرسالة للجنسين مزدوجة. لا تكوني غيورة من فراغ وتحدثي لزوجك الصداع، طالما معك بحب واقتناع. ليس في الشكوك من داع، حتى لا يبتئس ويعلن الوداع. الورد أبيض نقي والأمل أخضر، فاحسن الظن فيه فلا لون يتغير. فالورد يسبل إن حصرت ويتحير، دون سبب يدعو إن هكذا تتصور. كلمات الشاعر البستاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.